مساء الخير. أنا نرمين حكيم، ودي رحلة جديدة من رحلات بودكاست قلم حبر. قفشت نفسك كام مرة وانت بتعمل مليون حاجة في نفس الوقت وفي الآخر مش عارف انت أنجزت ايه؟ بتقعد ساعات في الشغل وبتتفاجئ ان اليوم خلص ومحققتش حاجة مهمة، حاسس انك دايما مشغول بس مش بتتقدم. تعالى هنا أقولك المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة اللي بتتعامل بيها. والنهاردة جايين نغير الطريقة دي سوا. هعرفك خريطة الهروب من دايرة الانشغال اللي مش بتخلص، وهعرفك مفتاح القفل اللي هيخليك تشتغل أقل وتنجح أكتر، وكمان الوصفة السحرية للإنتاجية الذكية. كمل الحلقة للآخر لأني أتحداك إنك تسمع الحلقة دي وتفضل زي ما أنت. وقبل ما ندخل في التطبيقات العملية، عايزة بس أقول لكم على كام نقطة اللي هنتكلم فيها النهاردة. 1. مبدأ 20-30. 20% من مجهودك بينتج عنه 80% من النتائج بتاعتك. السؤال الحقيقي هنا، ايه هما 20% دي في حياتك؟ 2. الفرق بين الحركة والتقدم. كتير مننا مشغول طول الوقت لكن للأسف مش حاسس انه بيتقدم، وهنا مش معنى انك مشغول طول الوقت يبقى انت شخص منتج. 3. الذكاء مش استغلال. الشغل بذكاء يعني احترام طاقتك ووقتك، مش استغلال للناس التانية. نيجي بقى للتطبيقات العملية، وقبل ما نبدأ جيبوا ورقة وقلم ومشروبكم المفضل وتعالوا يلا بينا وخليكم معايا. أول خطوة، حدد 20% الأكتر تأثير بالنسبة لك. خلال 24 ساعة اللي جايين اسأل نفسك: 1. إيه هي المهام القليلة اللي لو أنجزتها هتحس بعدها إن يومك ناجح؟ 2. إيه الحاجة اللي بتحقق لك أكبر عائد نفسي ومادي؟ 3. إيه الحاجة اللي لو خلصت من حياتك 90% من مشاكلك هتنتهي؟ تطبيق عملي على الخطوة دي، اكتب قائمة مهامك الأسبوعية وحط نجم على المهام اللي ليها تأثير عالي بالنسبة لك. تاني خطوة، اقتل اللي بيسرق الطاقة، وهي المهام اللي بتستهلك طاقتك ومش بتديك أي نتائج، زي مثلا القعدة والتجمعات الطويلة الغير منتجة، الرد على الرسائل طول الوقت، متابعة الأخبار والسوشيال ميديا طول الوقت. تطبيق عملي على الخطوة دي، حدد 3 حاجات بتسرق الطاقة في حياتك واختبر الحياة من غيرهم لمدة أسبوع. ثالث خطوة، استخدم قاعدة الدقيقتين. لو في مهمة تقدر تعملها في دقيقتين اعملها حالا، ده بيحرر عقلك من عبء إنك تفتكرها كل شوية. تطبيق عملي، ابدأ يومك بإنك تنجز 3 مهام صغيرة والكل مهمة دقيقتين بس، وهتشوف قد إيه أنت كنت مأجل حاجات بسيطة بس كانت شاغلة ومالية عقلك على الفاضي. رابع خطوة، رتب، فوض، احذف. اسأل نفسك قدام كل مهمة: 1. هو أنا اللي هعمل المهمة دي؟ 2. هو ممكن شخص تاني يعملها بدالي؟ 3. هو ممكن معملش المهمة دي؟ تطبيق عمل على الخطوة دي، فوض مهمة واحدة الأسبوع ده واحذف مهمة واحدة نهائي. خامس خطوة، الاستفادة من الأوقات الميتة، زي الوقوف في طابور، في عيادة مستني دور، في المواصلات. استفيد من الأوقات دي بإنك تسمع حاجة مفيدة زي بودكاست مفيد أو تسمع كتب صوتية بدل ما تضيع وقتك في زحمة الطريق. واستغل الانترنت زي يوتيوب، الكورسات الأونلاين في تطوير نفسك، ده هيساعدك كتير في إنك تستغل وقتك صح. نيجي بقى هنا لخطة 21 يوم لتحويل من كسول لمنتج. الأسبوع الأول: 1. يوميا تابع إزاي بتقضي وقتك، ممكن تستخدم كمان تطبيق تتبع الوقت. 2. في نهاية الأسبوع حدد أكبر 3 حاجات بتضيع وقتك. الأسبوع الثاني أسبوع التبسيط: 1. طبق عادة الدقيقتين يوميا. 2. امسح حاجتين ملهمش لازمة في الجدول بتاعك. الأسبوع الثالث: 1. ركز على 20% الأكثر تأثير بالنسبة لك. 2. فوض مهمة واحدة على الأقل. طب إيه هي النصايح علشان نقدر نتعامل مع مقاومة نفسنا؟
العقل دايما بيحب التعقيد، لأن التعقيد بيحسسه إنه مشغول ومهم، عشان كده هيقاومك طول الوقت. طب إزاي أتغلب على النقطة دي؟ 1. ابدأ بحاجة صغيرة، 5 دقايق يوميا طبق مبدأ العمل بذكاء اللي اتكلمنا عنه. 2. احتفل بالنجاحات الصغيرة، كل توفير وقت بيكون انتصار ليك. 3. افتكر دايما الهدف من إنك تشتغل بذكاء مش الكسل، هو تحرر إنك تعمل اللي بتحبه. انت دلوقتي معاك خطة واضحة، وعشان كده هديك تحدي الحلقة دي. اختار واحد بس من التطبيقات العملية اللي اتكلمنا عليها وطبقها لمدة 7 أيام بس، وما تستناش لبكرة، ابدأ من دلوقتي. خليك فاكر إنك تشتغل بذكاء مش رفاهية، هو ضروري في عالمنا السريع. انت تستحق إنك تعيش حياة منتجة ومريحة، مش حياة متعبة ومليانة جري على الفاضي. شاركني في التعليقات ايه هو أول تطبيق هتطبقه، وايه هي أكبر حاجة مضيعة الوقت في حياتك. شكرا لوجودكم معايا، ولو عندكم أي تجارب أو أسئلة أو حابين نتكلم في موضوع معين، شاركونا في التعليقات أو رسالة صفحتنا على الفيسبوك. وما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة صفحاتنا على السوشيال ميديا زي الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك، ولينكاتهم في صندوق الوصف. وما تنسوش تبعتوا الحلقة دي لحد عارف إنها هتفيده وهتلمس قلبه. هستناكم المرة الجاية، وهنفضل مستمرين إن نكتشف نفسنا واللي حوالينا، وطرق تخلي حياتنا أكتر سلام ووعي. كونوا دايما بخير. كانت معكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حب.